اهلا بيكم في كورس لينكس للبيجنرز الحلقه 0. قبل ما نبدا ان شاء الله هعرفكم بنفسي الاول. انا اسمي باسل محمد، مهندس اتصالات تخصص شبكات. حصلت على كورسات كتير بس اتعمقت اكتر في مجال الشبكات وتحديدا السايبر سيكيورتي. يمكن بدات المجال وانا عندي 16 سنه، بقالي اكتر من 7 سنين بدرس وبتعلم وبشتغل على نفسي في المجال ده. ان شاء الله تستفيدوا مني في كورس لينكس للبيجنرز واقدر افيدكم دايما باذن الله. يمكن في ناس كتير منكم عارفاني من السوشيال ميديا، لاني في نفس الوقت صانع محتوى بتكلم عن الايثيكال هاكينج والتكنولوجي بشكل عام، وحاليا انا مقدم برنامج تكنوفوبيا على منصة اليوتيوب. سجلت الكورس ده عشان ناس كتير طلبت مني انها عايزة تتعلم، ورشحت لهم اماكن كتير وانستراكتورز من كل حتة، بس هم اصروا ان انا اسجل الكورس بنفسي. فان شاء الله اقدر افيدكم بخبرتي وتستفيدوا مني في الكورس ده. ناس كتير طلبت ان الكورس يكون للمبتدئين عشان في ناس كتير نفسها تتعلم وتدخل المجال، فربنا يوفقكم كلكم باذن الله. في الكورس ده ان شاء الله هنغطي كل البيزكس المطلوبه منك كطالب عايز يدخل مجال امن المعلومات. هدفي من الكورس ده ان احل مشاكل البدايه اللي بتكون عند اغلب الاشخاص في مجال امن المعلومات، بحيث ان اي طالب نفسه يخش مجال امن المعلومات ما يكونش عنده اي مشاكل في البيزكس او اي مشاكل في الكوماندز اللي بنكتبها على التيرمينال او في السكريبتات اللي بنتم برمجتها او في الباش او في ايا كان. باذن الله هنتعرض لكل الكلام ده في اغلبيه الحلقات اللي جايه ان شاء الله، وهنغطي جميع البيزكس اللي هتساعد اي طالب ان يخش مجال السايبر سيكيورتي بشكل عام او الايثيكال هاكينج او امن المعلومات باذن الله. انا حبيت الصراحه ابدا من تحت الانقاض، من البدايه خالص، عشان الناس اللي نفسها تدخل المجال وهي تايهه ومش عارفه تبدا منين. زي مثلا طالب كان بيبعت لي يقول لي انا في اسنان او انا في كليه بيزنس ونفسي اخش مجال السايبر سيكيورتي، بس انا مش عارف ابدا ازاي لاني عمري ما استخدمت كمبيوتر، ما اعرفش اي حاجه عن الهاكينج او الايثيكال هاكينج او البرمجه. بس انا حبيت المجال منك من السوشيال ميديا، فنفسي بجد اتعلم كل الكلام ده. فان شاء الله باذن الله في الرود ماب اللي انا او في الخطه اللي انا بنيتها باذن الله هيقدر انه يتعلم حاجات كتير ويستفاد كتير وهيبقى اون تراك ان شاء الله في المجال ده. احنا ان شاء الله هنبدا اول كورس بعنوان لينكس للبيجنرز، وبعد ما هنخلص الكورس ده باذن الله هنبتدي نشتغل على كورس ايثيكال هاكينج للبيجنرز، بحيث ان احنا نبدا معاك من الصفر من تحت الانقاض لحد الاحتراف ان شاء الله. وبعد كورس الايثيكال هاكينج للبيجنرز هنبتدي نشتغل على كورس ايثيكال هاكينج ادفانسد، بحيث ان حضرتك بعد ما هتخلص كورس الايثيكال هاكينج بيجنر تقدر ان انت تتحول من انك بيجنر لادفانسد، وتقدر ان انت تتدرب اكتر على السكريبتات وعلى معظم الكوماندز اللي هتتعرض لها خلال الكورس ده ان شاء الله. وبعد الايثيكال هاكينج الادفانسد هيبقى فيه بنتريشن تيستنج وبايثون فور سكيورتي وكورسات تانية كتير ان شاء الله. وبالمناسبه دي الاكونتات بتاعتي على كل البلاتفورمز بتاعت السوشيال ميديا، بحيث ان لو في اي حاجه حضرتك ما فهمتهاش تقدر تبعت لي على اي منصه منهم وتصور لي الحته المعينه اللي انت ما فهمتهاش، وانا اكيد هرد عليك ان شاء الله. او لو عندك اي سؤال في المجال او في الكورس عامه اقدر ان انا ارد عليك باذن الله. احنا ان شاء الله في كورس لينكس بيجنرز اغلبيه الشغل بتاعنا هيكون عملي اكتر ما هو نظري، بحيث ان الطالب يقدر يتمرن اكتر على الكوماندز ويقدر ان هو يشتغل عملي والمعلومات تثبت في دماغه وما يكونش فيه اي حفظ خالص للكوماندز. في نهاية كل حلقة ان شاء الله هيكون في تاسك حضرتك بتطبقه ورايا عشان نشوف حضرتك وصلت لايه. واكيد في اخر الكورس هنتعلم ازاي ان احنا نقدر نعمل توزيعة خاصة بينا او نحط جواها التولز بتاعتنا كمان. طيب مش هطول عليكم اكتر من كده ويلا بينا نبتدي شغل على طول ان شاء الله. What will this course cover؟ الكورس ده هيغطي ايه؟ اول حاجة why we use Linux، اشمعنى operating system Linux تحديدا؟ اشمعنى Linux؟ انا واحد بشتغل على الويندوز عايز اخش امن المعلومات او مجال السايبر سيكيورتي. الانستراكتور بتاعي بيقول لي احنا محتاجين نتعلم لينكس، اشمعنى نستخدم اوبريتنج سيستم لينكس؟ ليه مش ويندوز؟ هل الويندوز ما ينفعش؟ لا الويندوز ينفع، بس ايه اللي يميز اللينكس عن الويندوز؟ ان شاء الله هنعرفها في الحلقات اللي جايه، واشمعنى لينكس تحديدا هي اللي هنستخدمها في المجال ده وبتساعدنا في ايه. وتاني حاجه هتكون معانا هاو تو داونلود كال لينكس، ازاي ان احنا نحمل الكال لينكس. ان شاء الله دي هتكون موجوده في الحلقه الجايه، هنشرح ستيب باي ستيب ازاي ممكن تحملها او تشغلها على فيرتشوال ماشين او كمان تشغلها على فلاشه. في نهايه الكورس باذن الله هنتعلم ازاي برضو انك تحرق الكال لينكس على فلاشه، بحيث ان ده بيفيد اكتر الناس في السكيورتي وكمان يكون معاها على طول اوبريتنج سيستم جاهز. وهنستكشف الكال لينكس ونعرف كل اداه مهم في ايه وبنحتاج كل اداه في ايه بالظبط في مجال السايبر سيكيورتي والنتورك.
وفي مجال الايثيكال هاكينج عامه. وبعدين هنعرف الفرق بين الشيل والتيرمينال. اغلبيه الناس كانت بتسال دايما ايه الفرق بين الشيل والتيرمينال. ان شاء الله هنتعرض لها خلال الكورس وهنعرف الفرق ما بين الشيل والتيرمينال. وطبيعي طبعا 100% هنشرح جميع البيزك كوماندز اللي هتساعد حضرتك انك تتعلم مجال امن المعلومات بشكل كامل وتحترف من البيجنر لادفانسد باذن الله. واحد يقول لي دلوقتي كل دي كوماندز غير اللي في السلايد اللي جايه، كل دول هحفظهم؟ لا، انت مش هتحفظهم. احنا قلنا بقى ان احنا كده كده هيبقى اغلبيه الشغل بتاعنا براكتيكال عملي، فده معناه ان حضرتك هتتدرب عليهم معايا. كل حلقه بنشرح من حوالي 3 ل 5 كوماند، حضرتك هتتدرب معايا واحنا بنكتب كل كوماند وكل كوماند بتعمل ايه، وهنشرح كل حاجه بالتفاصيل. فايدك هتكون اتعودت على كتابتهم في التيرمينال، وعينك هتكون شافتهم كتير. حضرتك هتكون حفظتهم من غير ما تقعد تمسك ورقه وقلم وتقعد تقول بقى بي دبليو دي سي دي. الكلام ده ما ينفعناش هنا. احنا على طول هنحفظ علشان احنا فاهمين وبنشتغل عملي. ان شاء الله ربنا يوفقكم في الكورس تقدروا تستفيدوا مني كتير. احنا مقسمينهم لحد بارت 15، كل الكوماندز اللي هنتعرض لها ان شاء الله. بعد ما نخلص الكوماندز هنبتدي نطبق ونتعلم تاسكات، ناخد تاسكات ونطبقها باذن الله. وبعدين هنشتغل على موقع تراي هاك مي بحيث ان احنا نشوف كل اللابات اللي كانت عليه ونبتدي نتدرب عليها. وبعد كده هنتعرف على الباش سكريبت وازاي ان احنا نقدر نكتب سكريبتات او نبرمج سكريبتات ونسطب التولز بتاعتنا على التوزيع. زي ما قلنا في الاول ان احنا ان شاء الله في الاخر نتعلم ازاي انك تعمل توزيعه وانك تحط عليها التولز بتاعت حضرتك. وهتتعلم طبعا الفاريبلز والكونديشنالز في الباش، والفور والوايل لوب ان باش، والفانكشنز والاريز. وزي ما قلنا هيبقى فيه براكتيكال سكريبتس في الباش. كل ده باذن الله هيتشرح بالتفاصيل وهنتعرض له على مدار الحلقات باذن الله. وان شاء الله تستفادوا جدا بالكورس ده، وهتقدروا انكم تروحوا لمرحله الايثيكال هاكينج للبيجنرز والادفانسد لو فهمتوا الكالي لينكس 100%. وان شاء الله اقدر افيدكم بده باذن الله. اهم حاجه بقى الريكويرمنتس. دايما الناس تقعد تقول لك انا محتاج ايه عشان اتعلم، ايه اللي انا محتاجه؟ انا محتاج امكانيات جهاز مش عارف ايه، انا محتاج مش عارف ايه. طب ايه الادوات اللي انا محتاجها؟ طب ايه؟ حضرتك مش محتاج اي حاجه غير حرفيا كمبيوتر بنت وكيبورد وماوس، شكرا. مش هتحتاج اكتر من كده خالص. كل اللي انا طالبه من حضرتك انك تمشي معايا واحده بواحده وتتعلم وتحفظ وتراجع معايا وتفهم وتطبق التاسكات اللي حضرتك بتاخدها كل حلقه. وساعتها ان شاء الله هتكون اتعلمت 100% وهتقدر تكون اون تراك في المجال ده معايا باذن الله. مش هطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله من بدايه الحلقات اللي جايه هنبتدي نشتغل زي ما قلنا. هنبتدي نتعلم ازاي انك تحمل الكالي لينكس على فيرتشوال ماشين، وفي المستقبل ازاي انك تحمل الكالي لينكس على يو اس بي. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من كورس لينكس للبيجنرز باذن الله.